تفتكر يا صديقي لو قلتلك إن الشقة بتاعتك اللي أنت عايش فيها بيسكنها كيان غامض ومخيف، والكيان ده مربوط بالمكان عن طريق السحر؟ أظن وقتها إنك مش هتقدر تكمل في الشقة دي دقيقة واحدة. لكن متولي ووليد كملوا المشوار لحد ما قدروا يقضوا على الكيان ده. أصدقائي، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد الألفي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوا لإخواننا، ما زالت المحنة مستمرة، ربنا يفرج كربهم. حابب أقولك يا صديقي، لو أنت من إخواتنا في سرداب الألفي فأنت أكيد شفت الجزء الأول، ولو لسه فرد جديد في العيلة فأنصحك ترجع تشوفه علشان هيفرق معاك جدا في أحداث القصة. بعد ما الشيخ خرج من الشقة وهو بيجري من الخوف وحتى من غير ما يبص وراه، ساب متولي ووليد واقفين في نص الصالة مش عارفين يعملوا ايه. وليد كان مرعوب ووشه أصفر كأنه عيان بقاله شهر، أما متولي كان ماسك نفسه بالعافية، على الرغم إن قلبه كان بيتنفض بس كان بيحاول يبان ثابت قدام صاحبه. وليد بيقول بصوت متقطع: متولي، أنا مش قادر أكمل، الموضوع كبر قوي، الشيخ نفسه جري وما قدرش يكمل معانا، أنا مش عارف إحنا هنعمل إيه. متولي أخد نفس عميق وبيرد عليه: الحل مش بره يا وليد، للأسف الحل جوه الشقة نفسها، السر مدفون هنا ولازم نلاقيه. بدأوا يلفوا في الشقة زي اللي بيدوروا على حاجة ضايعة منهم. الأوضة اللي ورا اللي هي أوضة النوم كانت أكتر حاجة بتخوف، والجملة المكتوبة على الحيطة لسه موجودة: اطلع بره، المكان ده ملكي. متولي قرب من الحيطة ولمسها بإيده، حس إنها ساقعة بطريقة غريبة وكأنه حاطط إيده على لوح تلج. ووليد كان جنبه في الوقت ده وهو بيقوله: تفتكر الحاجة المدفونة هتكون في الأوضة دي؟ متولي هز راسه وهو بيقول: ممكن، بس لازم ندور ونشوف. فضلوا يفتشوا بالإضاءة بتاعة الموبايلات لحد ما عين متولي وقعت على بلاطة شكلها متغير عن الباقي. قعد على ركبته وبدأ يخبط عليها بإيده، الصوت كان بيطلع مجوف كأن تحتها فراغ. بص لوليد وقال له: سمعت الصوت ده؟ المكان ده مش طبيعي. وليد ابتدى يرجع لورا وقال بخوف: متولي، أنا مش عايز ألمس أي حاجة. رد عليه متولي: يا ابني لو سبناها هنفضل في نفس الدايرة. وجاب مفك من شنطته وبدأ يحاول يشيل البلاطة، وكل لما يضغط بالمفك يسمع صوت همسات جاية من حواليه، همسات غريبة كأن في ناس بتتكلم في أوض فاضية. وليد وقف ثابت في مكانه وعينه بتتحرك في كل اتجاه وهو بيقول: أنا سامع أصوات حوالينا يا متولي، كأن في حد بيكلمنا. متولي بيشد المفك في الوقت ده وبيقوله: ركز معايا أنا وما تسيبش نفسك للخوف. وبعد مجهود البلاطة اتخلعت وطلع من تحتها ريحة مش كويسة بالمرة، ريحة تشبه العفن والكبريت مع بعض. متولي كتم نفسه ومد ايده في المكان اللي تحت البلاطة وطلع حاجة ملفوفة في قماشة سودة قديمة. الإحساس أول ما لمسها كان سخن جدا كأنه بيشيل نار مش قماشة. وليد بيقوله بصوت خايف: سيبها يا متولي، سيبها مكانها بدل ما نتأذي. متولي كان عايز ينهي كل اللي بيحصل ده فبيقوله: لا مش هسيبها، مفتاح الأحداث الغريبة اللي بتحصل معانا في القماشة دي. فتح القماشة وطلع منها صندوق خشب صغير شكله قديم قوي ومتهالك. وليد أول ما شافها وشه اتبدل من الخوف وقال: أكيد هو ده العمل المربوط بالمكان، هو ده السبب في كل اللي بيحصل. متولي مسكه بإيده وقال له: يبقى لازم نفتحها. في اللحظة دي لمبة الأوضة بدأت تترعش وتنور وتطفي بسرعة، وصوت ست مخيف طلع من جوه الشقة، صوت عالي جدا بيصرخ: سيبوه مكانه، هتموتوا كلكم. وليد وقع على الأرض من الرعب وهو ماسك ودانه، ومتولي حس كأن الحيطان بتقفل عليهم. بس بالرغم من كل ده شد الصندوق من غير تراجع وقال: لو ده سبب اللعنة يبقى لازم يتفتح. خرجوا بسرعة من الأوضة للصالة والعرق مغرق وشوشهم من الخوف. وليد كان عينه مليانة خوف وأمل في نفس الوقت، وبص المتولي وهو بيقول: يمكن دي تكون أول خطوة للنجاة. متولي رد وهو ماسك الصندوق بقوة: لا يا وليد، دي بداية المعركة الحقيقية. متولي حط الصندوق على الترابيزة اللي في نص الصالة، ووليد واقف جنبه مش عارف ياخد نفسه من الرعب. الإضاءة كانت ضعيفة واللمبة كل شوية ترعش كأنها هتفرقع. وليد بص للصندوق وقال بصوت مبحوح: يا متولي اوعى تفتحه، ده اللي وراه كل البلاوي.
متولي رد وهو بيكتم خوفه: بالعكس، لو سبناه مقفول عمرنا ما هنتحرر. قعد متولي على الكرسي ومسك الصندوق وحاول يفتحه. الغريب إن القفل بتاعه كان متآكل كأنه قديم، ومع أول هزة خفيفة اتفتح لوحده. وليد اتصدم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقعد يذكر الله في سره. أول ما الصندوق اتفتح، ريحة وحشة انتشرت بقوة في المكان، ريحة تشبه اللحمة المتعفنة، وجوه الصندوق كان فيه حتة قماشة ملفوفة بحبال قديمة. متولي فتح القماشة وطلع منها ورقة مكتوب عليها طلاسم بحبر أحمر سايل، ومعاه شعر مربوط في خيوط وصورة ست مخرومة من النص. وليد في الوقت ده اتصدم وهو بيقول: هي دي صورة الست اللي اتقتلت؟ متولي بصله وقال: أيوة، واللي عمل السحر ده كان عايز يربط روحها بالمكان. وفي اللحظة دي الباب اللي وراهم اتخبط خبطة جامدة كأن حد بيرزعه برجليه. وليد اتجمد مكانه ووشه قلب أبيض، ومتولي قام بسرعة ووقف قدام الصندوق وهو بيقول: مش هنخاف، ولو خفنا دلوقتي يبقى خلاص انتهينا. فجأة الصوت النسائي اللي سمعوه قبل كده رجع تاني، بس المرة دي أوضح وأعلى: سيبوا الصندوق، الصندوق ده مش ليكوا. وبعدين صوت ضحكة باردة رجت المكان كله. وليد وقع على الأرض وهو بيحاول يبعد الصندوق برجله، لكن متولي مسكه وقال: لأ، الصندوق ده خلاص لازم يتحرق. وليد رد عليه وهو بيترعش: يا عم متولي، احنا لو ولعناه هنا ممكن البيت كله يولع. متولي رد بعصبية: يبقى نخرجه بره الشقة ونخلص منه. وقبل ما يلحقوا يتحركوا، القطة السوداء ظهرت من نص الضلمة، عينيها بتلمع باللون الأحمر وجسمها كبر بشكل غريب وصوتها بقى مش طبيعي، بقى زي أنين بني آدم بيتعذب. وليد صرخ وهو بيقول: دي مش القطة، دي الكيان نفسه. القطة هجمت ناحية متولي، لكنه بسرعة خطف الصندوق من على الترابيزة، ولما لمسها بإيده حس بحرارة غريبة كأنها نار مولعة. متولي جري ناحية الباب وهو بيقول: تعالى ورايا يا وليد، لكن في الوقت ده الباب ما فتحش وكان مقفول كأنه متمسمر. القطة وقفت قدامهم وفضلت تبصلهم بعيونها الحمراء. وليد مسك ايد متولي وهو بيقول له: يا متولي، هنموت. متولي شد نفسه وقال: لا مش هنموت، دي حرب ولازم نكملها. رجعوا الصندوق على الترابيزة، ووليد وهو بيترعش بدأ يقرأ بصوت واطي آيات من القرآن وصوته بيتقطع من الخوف. الغريب إن القطة أول ما سمعته وقفت مكانها وبقت بتبصلهم بحقد. متولي أخد الورقة اللي عليها الطلاسم وقال: هو ده مفتاح اللعنة، لازم نكسر السحر الأول. وبدأ يقطع الورقة حتة ورا التانية، وكل مرة يقطع ورقة يسمعوا صرخة ست بتملى الشقة كلها، وصوت ضرب في الحيطان كأنها هتتخلع. وليد فضل يقرأ بصوت أعلى شوية، ومع آخر ورقة اتقطعت القطة صرخت صرخة عالية جدا لدرجة إن الإزاز بتاع الشباك اتكسر لوحده، وبعدين اختفت. الهدوء رجع للشقة، بس متولي ووليد عارفين إن دي مش النهاية، لسه الصندوق فيه حاجات تانية، ولسه الكيان مش راضي يسيبهم. متولي بص لصاحبه وهو بيقول له: اللي حصل ده مجرد إنذار، المعركة لسه قدام. وليد رده وهو بيهز راسه: وأنا مش عارف إذا كنا هنكمل ولا هنضيع. الليل دخل عليهم وهم في الشقة وبقوا قاعدين وسط العتمة، مفيش ضوء غير بسيط. متولي ووليد قاعدين قدام الصندوق والخوف مالي قلوبهم من كل اللي حصل. متولي ماسك الصندوق بإيده كأنه خايف حد يخطفه منه، ووليد قاعد بيبص حواليه كل شوية كأنه طفل مذعور. وليد قال بصوت مبحوح: يا متولي، أنا مش قادر، كل ما نقرب من الموضوع ده الدنيا بتسود أكتر. متولي حاول يبين إنه ثابت، بس صوته هو كمان كان بيترعش: لو وقفنا دلوقتي يا وليد هيخلصوا علينا، الحل الوحيد إننا نواجههم. وفجأة الباب اللي كانوا قاعدين قصاده بيخبط بخبطة قوية، وبعدها سمعوا صوت خطوات جاية من الطرقة، ووقتها الأرض كانت بتترج مع كل خطوة. وليد قام وقف وهو بيقول: في حد جاي، يا رب استرها معانا. متولي رفع كشاف الموبايل علشان ينور بيه الطرقة، لكن النور ما وصلش بعيد، ووقتها الطرقة كانت ضلمة جدا ومش شايفين حاجة. ومن وسط الضلمة دي ظهر جسم طويل مش واضح ملامحه، وكان ماشي ناحية الصالة. وليد اتصدم في الوقت ده وقال بصوت خايف: المرة دي مش قطة، ده الكيان بنفسه. متولي قال وهو بيشد صاحبه: اقعد ورايا ومتخليش خوفك يشلك. الكيان دخل الصالة، كان شبه ظل بني آدم، بس عيونه منورة بلون أحمر كأنها زي النار. صوته خرج خشن كأنه جاي من تحت الأرض: انتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تخلصوا مني؟
وليد وقع على الأرض وحس كأن رجليه اتربطت ومش قادر يتحرك. في الوقت ده الكيان مد إيده السوداء ناحية وليد، وأول ما لمس كتفه وليد حس بحرارة بتحرق جلده، وصرخ بأعلى صوته وهو بينادي على متولي. متولي اندفع بسرعة ومسك الصندوق وضربه على الأرض بقوة. وقتها الصندوق اتفتح واتبعتر منه شوية تراب وأسنان صغيرة وحتة قماش سودا، والمكان كله اتقلب والهوا بقى تقيل كأنهم واقفين جوه قبر. والكيان صرخ صرخة رجت الحيطان، وفي المرة دي مد إيده ناحية متولي. متولي حس جسمه بيتسحب لقدام غصب عنه كأنه مربوط بحبل وبيجره. وقتها وليد حاول يقرأ قرآن وصوته كان بيتقطع لكنه كان مصر يكمل. وأول ما بدأ يقرأ آية الكرسي الكيان رجع خطوتين لورا ووشه اتغير كأنه بيتحرق. متولي شد نفسه وقال كمل يا وليد، صوتك بيضعفه. وليد بدأ يرفع صوته أكتر وأكتر، وكل كلمة بيقولها الكيان يتلخبط ويزعق أكتر. وفجأة النور رجع ينور الشقة كلها، وبعدين طفى مرة واحدة والكيان اختفى للحظة. لكن قبل ما يبدأوا ياخدوا نفسهم ظهر تاني وهاجم وليد من ظهره. وليد وقع على الأرض والكيان مسك رقبته وصوت صرخاته ملا الشقة. متولي جري وشال القماشة السوداء من الصندوق، ولما مسكها النار ولعت فيها من غير ما يقربها من أي حاجة. الكيان صرخ وساب وليد وقتها وبيقع على الأرض وهو أعصابه سايبة. في الوقت ده متولي عرف إن النار دي هي المفتاح. مسك باقي الحاجات اللي في الصندوق زي الطلاسم والشعر والعظم وحطهم فوق القماشة المولعة، وبدأت النار تولع أكتر وأكتر. ووقتها الدخان الأسود طلع من الحاجات دي بشكل غريب، والكيان فضل يصرخ وهو بيختفي شوية بشوية، وصوته بيعلى لحد ما اختفى تماما. وفجأة رجع الهدوء للشقة كأن مفيش أي حاجة حصلت. متولي وقع على ركبته وهو لسه ماسك نفسه بالعافية، وبص الوليد اللي كان مرمي على الأرض وبيتنفس بصعوبة. وليد فتح عينه بالعافية وبيسأل متولي كده خلصنا؟ متولي رده وهو بيبص حوالين الشقة لأ، دي كانت أول مواجهة بس، المواجهة اللي وراها هتكون أصعب. الهدوء اللي نزل على الشقة بعد ما الكيان اختفى كان هدوء يخوف. وليد قاعد على الأرض بيتنفس بالعافية وعرقان ووشه مصفر كأنه مريض. أما متولي كان لسه ماسك نفسه وقلبه بيدق بسرعة وعقله عمال يقوله إن الموضوع لسه مخلصش. وليد قال وهو بيحاول يقوم يا متولي أنا مش قادر، خلينا نسيب كل ده ونمشي. متولي مسكه من إيده وهو بيقوله لو مشينا هنفضل مطاردين طول عمرنا، السحر لازم يتحرق كله هنا قدام عينينا. رجعوا للصندوق وفضلوا يقلبوا فيه لحد ما لقوا ورقة متخرمة من النص مكتوب عليها بخط دموي دمها يبقى هنا وروحها تبقى معايا. وليد قرأها ووشه قلب وهو بيقول دي وصية السحر، معنى كده إن في حاجة ناقصة. متولي رد بسرعة بالظبط كده، اللي ناقص هو اللي رابط الكيان بالمكان. وقبل ما يلحقوا يكملوا كلامهم الأجواء في الشقة اتقلبت فجأة. الشبابيك قفلت لوحدها والباب اتقفل بدبة عنيفة والأصوات رجعت تاني، همسات ستات ورجالة كأنهم بيتخانقوا وصوت صريخ عمال يعلى. وليد مسك ودانه وقال يا متولي أنا مش قادر استحمل الأصوات دي. متولي رفع صوته وقال اقرأ قرآن، لو سبناهم يدخلوا دماغنا هننتهي. بدأ وليد يقرأ بصوت عالي ومتولي فضل يدور حوالين الصالة، وفجأة لقى فتحة صغيرة في الحيطة ورا الترابيزة. قرب منها ولقى فيها كيس قماش صغير، وأول ما شده بيسمعوا صوت صرخة ست هزت الشقة كلها. متولي فتح الكيس ولقى جواه خصلة شعر ملفوفة بخيط أحمر وحتة دهب صغيرة شكلها خاتم قديم. وليد أول ما شافه قال أكيد ده بتاع الست اللي اتقتلت. متولي هز راسه وهو بيقول هو ده مفتاح اللعنة. في اللحظة دي الكيان ظهر تاني، بس المرة دي ما كانش مجرد ظل، ظهر بشكل كامل. جسمه كان متشوه، نصه بني آدم ونصه حيوان، وعينه كانت زي النار. مد إيده ناحية متولي وهو بيزعق وبيقول سيب الحاجة دي. وليد وقع على ركبته من كتر الرعب، بس فضل يقرأ قرآن بصوت أعلى ودموعه نازلة من الخوف. في الوقت ده متولي كان ماسك الكيس ورفع عينه للكيان وهو بيقول نهايتك النهاردة. جري على البوتاجاز اللي كان في المطبخ وولع النار ورمى الكيس فيها، وأول ما النار مسكت فيه الكيان صرخ صرخة رجت العمارة كلها. الحيطان بدأت تتشقق واللمبة انفجرت والإزاز وقع على الأرض.
وليد فضل يقرأ آية الكرسي بصوت عالي وصوته بيترعش بس مليان إصرار. الكيان كان بيحاول يقرب بس كل خطوة بياخدها النار كانت تولع أكتر وصوته يعلى. متولي مسك وليد وهو بيقول كمل لسه شوية قربنا يا وليد. وليد رفع صوته أكتر وأكتر لحد ما صوته غطى على الصرخات. الكيان بدأ يتفتت قدام عينيهم وجسمه بيتحول لدخان أسود ويتسحب ناحية النار. آخر صرخة طلعت منه كانت زي انفجار وبعدها اختفى تماما. الهدوء رجع فجأة ونار البوتاجاز هديت والأصوات سكتت، ووقتها الشقة بقت ساكتة لدرجة إنهم كانوا سامعين صوت أنفاسهم بس. وليد وقع على الأرض وهو بيبكي وبيقول خلصنا؟ بجد خلصنا؟ متولي قعد جنبه وقال وهو بيتنفس بصعوبة أيوة الحمد لله قضينا عليه. بس في آخر لحظة وهم قاعدين على الأرض لمبة صغيرة في الطرقة نورت وطفت كذا مرة. وليد بص لمتولي وقال بخوف شايف؟ متولي حاول يبتسم وقال يا عم سيبك دي مجرد لمبة بايظة، لكن جوه قلبه كان لسه متأكد إن الشر عمره ما بيموت بسهولة. الفجر بدأ يبان من الشباك ونور خفيف دخل الشقة بعد ليلة طويلة كأنها ما كانتش هتخلص. متولي ووليد قاعدين على الأرض وعيونهم حمرة من السهر والرعب، وكل واحد فيهم حاسس إنه رجع من الموت. وليد مسك راسه وقال بصوت واطي أنا حاسس إني كنت في كابوس، هو كل اللي حصل ده كان بجد؟ متولي بصله وقال أيوة يا وليد ده كان بجد والحمد لله إننا انتصرنا. وليد ابتسم ابتسامة صغيرة ودموعه في عينيه وهو بيقول أنا عمري ما كنت متخيل إن هخرج من هنا عايش. متولي في الوقت ده شد إيده وهو بيرد ولا أنا بس ربنا نجانا. وبدأوا يقوموا واحدة واحدة ورجليهم مش شايلاهم من الرعب اللي شافوه. بيبصوا حواليهم في الشقة الحيطان كلها متشققة والإزاز مكسور وريحة دخان مالية المكان، لكن الغريب إن الجو بقى خفيف، مفيش الصوت التقيل اللي كان بيضغط على صدرهم من أول يوم. وليد بيقول في الوقت ده حسيت الهوا بقى طبيعي ومفيش حاجة مخنوقة في المكان. ومتولي هو كمان قال إن السحر اتحرق خلاص والروح اتحررت والكيان انتهى. وفي الوقت ده جمعوا بقايا الصندوق المتكسر والورق المحروق وحطوه في كيس ورموه. متولي قرر يرش مية مقروء عليها قرآن في كل الأوض، ووليد ساعده رغم التعب. كانوا عارفين إن الخطوة دي تأكيد إن الشر خلاص ما بقاش ليه مكان هنا. وبعد ما خلصوا قعدوا قدام باب الشقة سايبين الباب مفتوح لأول مرة من غير ما يحسوا إن في حاجة هتمنعهم. وليد قال وهو بيبص للطرقة متولي تفتكر نقدر كده نخرج؟ متولي ابتسم وقال أيوة المرة دي الباب مش هيقفل من نفسه. خرجوا من الشقة لأول مرة من غير ما يحسوا بعيون بتراقبهم من الضلمة. نزلوا على السلم ببطء وكل خطوة كانوا حاسين إنها انتصار صغير، ولما وصلوا لباب العمارة وفتحوه لقوا نور الصبح في وشهم وبداية يوم جديد. في الوقت ده وليد رفع وشه للسماء وبدأ يحمد ربنا وقال احنا اتولدنا من جديد. ومتولي مسك كتفه وقال اللي حصل ده مش هننساه أبدا، دي تجربة هتفضل محفورة جوانا طول العمر. وقفوا لحظة ساكتين وكل واحد غرقان في أفكاره. ووقتها وليد بيقول لمتولي تفتكر لو حد تاني دخل الشقة دي ممكن يحصل له زي ما حصل لنا؟ متولي رد وهو بيبص ورا للعمارة لا ما ظنش، احنا قطعنا كل خيوط السحر، المكان دلوقتي بقى عادي، بس اللي مرينا بيه هو اللي مش عادي أبدا. ووقتها اتفقوا انهم مش هيرجعوا للشقة دي تاني مهما حصل. قولوا لنا رأيكم في التعليقات وحابين نتكلم عن ايه في القصة الجاية، بحب اشوف آرائكم ومقترحاتكم. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.